يبقى وقطع الرز عشان ما يشدش. المهم لو انت بتعرف تعمل اكل، تعالى اقول لك 3 افكار تقدر تطلع منهم دخل اضافي بالدولار. واحد، قناه على اليوتيوب. فمثلا لو فتحت اليوتيوب وكتبت مثلا كلمه رز معمر، هتلاقي قنوات كتيره جدا كل فيديو على الاقل، يعني بص الفيديو ده 2 مليون فيو، مليون و200 الف، 83,000. مطبخ نهله اهو 200,000 فيو. فاطمه ابو حياتي طبعا هي تقريبا اشهر واحده، جابت تقريبا اكتر من 400 مليون فيو. رقم مرعب. الوصول لارقام زي كده بصراحه هي مش حاجه سهله خالص، بل بالعكس محتاجه سنين من الشغل. بس المهم البدايه، نبدا والدنيا هتمشي والدنيا هتسلك. 2، ريفيوهات المطاعم. هو ان انت تبقى قادر تدخل على مطعم، تصور شوتات كتيره، تعمل فيديو مدته دقيقه مثلا، والمطعم ياخده ويستخدمه كاعلان عشان الناس تجي له المطعم بتاعه. انت ممكن بشهره صغيره قوي 5000 10000 15000 فولور المطاعم تبتدي تكلمك، او انت تعرض نفسك عليهم وتبتدي تعمل اعلانات. ومفيش مطعم في اليومين دول بيرفض حد من الكونتنت كريتورز لو الفيديوهات بتاعتك فعلا حلوه. 3، نبيع فيديوهات الطبخ لاصحاب القنوات الاخرى على اليوتيوب. على سبيل المثال ده موقع فايفر، لو كتبنا كلمه كوكينج فيديو، تيتا بندا بتعمل لك الريسيبي بتاعتك، تبعت لها الوصفه وهي تروح عاملاها لك في البيت وتعمل لك فيديو زي كده. الموضوع بسيط جدا ومش محتاج اي تجهيزات. ممكن حرفيا مكتب زي المكتب الابيض دوت احط عليه بس الخشبه بتاعه الاكل، واجيب المكونات وابتدي اطبخ واصور كل خطوه بعملها. الفيديو خلص، ابعته للعميل، خد دولاراتك وبس، وممكن تكسب من تاني يوم. انا كده عملت فيديوهات للمحاسب وللشيفات او الناس اللي بيحبوا الاكل. يا ترى الفيديو التالت يبقى على مين؟ اكتب لي في الكومنتات تحت. ولو عايز مساعده في الوصول لاول دولار ليك اونلاين، ابعت لي رساله وخليني اساعدك. الرز استوى ولا ايه؟ هيشيط على فكره.